السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو تاع اليوم حول الاعتداء على الشخص تاع عين فكرون اللي درنا آخر فيديو عليه. الجديد حول الحادثة. كشفت عائلة عمي موسى الموظف في شركة سونار غاز المعروف بين أهل المدينة بحسن خلقه ومحبة الجميع له عن تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه للاعتداء في عين فكرون بأم البواقي. الضحية الذي كان على وشك التقاعد بعد أقل من شهر، يعني بقاله شهر يخرج لا وتخات، أصيب بجروح في يده استدعت 15 غرزة، إضافة إلى إصابات في وجهه وبطنه. وقد تم نقله إلى مستشفى بن سراج حيث أجريت له العملية الجراحية بنجاح، وحالته الآن مستقرة والحمد لله. العائلة وجهت شكرها لكل من ساهم في توثيق الحادثة ونشرها، مما ساعد على وصول الخبر إلى الرأي العام. كما عبرت على امتنانها للأمن الوطني والدرك الوطني لتوقيفهم المشتبه بهم في وقت قياسي، وكذلك لسكان مدينة عين فكرون الذين وقفوا إلى جانب الضحية وأسرته. واختتمت العائلة بتأكيد ثقتها في العدالة لإنصاف عمي موسى، نطلب له الشفاء العاجل. لتذكير فقط، تم توقيف المشتبه فيه الثالث في القضية والذي كان في حالة فرار، المسمى سين ألف، الذي يبلغ من العمر 22 سنة بمدينة عين فكرون. نتمنى من العدالة إن شاء الله تأخذ مجراها وكل واحد ياخذ حقه. والشفاء العاجل للضحية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلوا لنا باش نجيب لكم داين من جديد، وانتظار تحقيق وآخر التحقيقات في القضية نتابعوها إن شاء الله. بقاو في المتابعة، مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.